بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد ورياكت جديد، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وإلى يوم الدين. وحشتوني جدا جدا. أنا طالبة منكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس أمرا، اشتركوا وفعلوا الجرس ولايك للفيديو وشير، توحشوني كل مرة. النهارده فيديو جديد ورياكت جديد عن ام جنى. مالها يا ولاد؟ طلت علينا بالطله البهيه، غزاله اليوتيوب، فراشه اليوتيوب. طلت علينا في وسط بيتها، في وسط ولادها، في وسط مزونه، وفي وسط مزونه الكبير، مزونه الصغير، واحمد مازن وجنى، شويه صريخ، شويه كيوت، شويه رتح، شويه افلام. ويلا بينا، شفتوا يا ولاد؟ يلا بينا عشان نشوف، يلا بينا. طلعت علينا. وطبعا اعمال الخير يا جماعه مستمره في رمضان. هي لسه بتعمل اعمال خير، لسه في وسط الكراتين، لسه مع الزيت والسكر والحاجات بتاعت رمضان، وقاعده في نص البيت في وسط الحاجه، وبتقول ايوه انت ليكي نفس تعملي وابنك في الحضانه؟ ايوه ليا نفس اعمل وهستفزكم وانا براحتي، واللي يقول يقول، وكلام الناس ما بيهمنيش. ايوه هعمل، ايوه هجيب حاجه رمضان، وايوه هصور حاجه رمضان، وهكسب من الفيديوهات، وهجيب حاجه رمضان وهتاجر فيها، وهتاجر بالخير اللي انا بعمله، لان انا ما بعملش خير اصلا، ده رياء ونفاق وغرض دنيوي بغرض المكسب. انا بعمل كده كميه استفزاز طبعا، عشان الناس تطلع وتشتم، والناس تطلع تقول وتبقى مثيره. ودايما اتعودنا على ام جوجو الغزال بتاعنا ان هي دايما مثيره لحالات الجدل. فطبعا من وسط الكراتين الشاي والسكر والزيت، وكل أمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا. لم عبيدك علينا يا رب، شوية صريخ كده حلوين. يلا يا مازن، يلا يا واد يا مازن. أنا بصي يا أم جنى، أنا ما عدتش عايزاكي تقولي له يلا يا مازن، تعالى يا مازن روح، ولا يا مازن تعالى خد يا واد تعالى كده على طول يا حبيبتي. أنت تقولوش مازن، أنت ولا يا مازن تعالى، ولا يا مازن روح، وخلاص. والفرحة دخلت بيتي، وشوية زغاريت فجأة لأنها بتزغرط، والفرحة دخلت بيتها، وعنوان كبير للفيديو ورياكت كتير للفيديو. الفرحة خلاص دخلت بيتي. ايه يا حبيبتي، ابنك خرج من الحضانة؟ لا لسه. هو انا ليا نفس؟ والنبي ما ليا نفس، انا تعبانة. مش كده يا مازن، شوية كده هعمل ايه؟ يلا مش قادرة أصور، أني تعبانة. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، أمال إيه يا أم المطاهر؟ وبمناسبة ان هي تعبانة، والدليل يا جماعة انها بتصور فيديو المنتجات اللي هتخرجها صدقات لله في رمضان. وطبعا فيديو انا قايله لكم، فيديو السبوبة الجديدة ايه عند ام جنى، عند اصحاب القنوات الكبيرة. السبوبة الجديدة هي حاجة رمضان، وازاي انا بخرج لله. شفتوني وانا طيبه وكيوت، شفتوا ام جنى وهي طيبه وكيوت يا ولاد، شفتوا صدفه جت وهي بتعمل المائده، شفتوا الناس قد ايه حلوين، دول الناس حلوين وكيوت عايزين بوسه والله. هي طبعا فيديو رمضان هنعمل 15 فيديوهات ب5 6 ساعات، 20 ساعة، والساعة بربع جنيه والحسابة بتحسب. طبعا ما نسكتش، لا كمان مرة، كمان فيديو، النبي كمان فيديو ام جاني وانت قاعدة يا اختي في وسط رمضان كده، في وسط حاجة رمضان، منورة والنبي يا اختي. فيديو كمان عشان الحبايبة يا قمر، عشان طبعا مشاهداتك واقعة، وانت عارفه انها واقعه في رمضان، فنزود المشاهدات ونثير الجدل، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. وهنشوف دلوقتي، تعالوا شوف. لكن في وسط الفيديوهات وفي وسط الفرحه ما دخلت بيتها، احنا قلنا بقى خلاص ابنها خرج من الحضانه، لا في وسط الفرحه بقى ما دخلت بيتها والعنوان الكبير. انا لسه جايه من المستشفى. مازن هات الكياس، جنى تعالي خدي الواد ده.
ما علينا. انا لسه جاي من عند مازن في من عند يزن في الحضانه في المستشفى، وتحسن الحمد لله. ومازن الصغير شويه صريخ وصريخ ام جنى، صوتك عالي يا ام جوجو، ان ابغض الاصوات لصوت الحمير. نصيحه مني، هدي نفسك شويه. كل الناس بتقولك ليه الصريخ، ليه صوتك عالي، ليه انت، انا عارفه انك قويه ومفتريه، بس هدي هدي هدي. المهم يا ولاد ان الحمد لله يزن صحته اتحسنت وخرج من الحضانه، والناس بتقول لها ابنك معاكي. ما هو ما فيش واحده، بصوا من طبيعي ان المتابعين يا جماعه يطلعوا يقولوا ده. الناس مفكره ان ابنها جوه نايم، لان هي كميه سعاده، كميه حشر ولغ رهيبه، كميه اكل مهوله، كميه اكل مهوله بتاكلها. الناس كلها فكرت ان هي فعلا ابنها معاها ومفيش اي مشاكل، لان الضحكه من هنا لهنا. الاكل مفروش كل يوم، كل يوم محاشي، مكرونه، سلطات، ايش. الناس بقى طبعا المتابعين عندهم حق، مفكرين يعني ما هي زيها زي اي ام. لو اي ام طبيعيه قلقانه على ابنها، مش بتفكر بالفلوس وبتتاجر تجاره رخيصه زيك يا ام جنى، لا كانت فكرت في ابنها اللي في الحضانه والقلق، اكل ما اكلش، صرخ ما صرخش، عيط، ساكت، نايم. ده طبيعي، ده اي ام طبيعيه تفكر من المنطلق ده الطبيعي عند اي ست. لكن ام جنى عرفناها كلبة فلوس، غولة فلوس. الفلوس اهم حاجه، مفيش مشكله خالص. الضحكه من هنا لهنا، الاكل بتحشر كل يوم. انا قلت ان هي بترضع بجد من كتر الاكل، كميه اكل مهوله بتتاكل. فالناس قالوا لها، المتابعين قالوا لها لا انت ابنك جوه. اقطع دراعي، ما كانش ابنك جوه، اقطعيه بقى، انا لسه جايه يا اختي من عند يازن، هزي يا اختي هزي، بس حسبي الارض تقع. ماشي. وقلبت للمتابعه الفاضله اللي بتقول لها اقطع دراعي لو ابنك جوه، شويه ردح بقى من اللي قلبك، ردح وشرشحه، وصريخ تك 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 تك، بمنتهى البجاحه والسفاله والدناءه وقله الاخلاق. ردح للمتابعه اللي هي عملتها، اللي هي لو شالت اشتراكها دي ولا حاجه. وبنطلع وبنفاجئ بقى بحاجه رمضان اللي ام جنى مطلعاها في اكياس زباله سودا كبيره كده، حاطه حاجه الناس بتوزع الصدقات في اكياس الزباله. ما هو ده اخره الرياء يا ام جنى. هو انت بترمي زباله، موزعه زباله؟ الناس بتعمل كراتين لرمضان وبتوزعها في الدره كده في الخفاء عشان الصدقات تجوز. انت موزعه في اكياس زباله. وزعي الحاجه للناس، خليكي محترمه ووزعي الحاجه للناس في اكياس صالحه للاستهلاك الادمي، مش اكياس زباله سودا. مش انتوا معايا؟ شفتوا اكياس السودا؟ هنوزع الصدقات في اكياس زباله سودا. ووصلت بقى، بعد وصلة الردح ناخد وصلة الصويت. صويت استفزاز وتلوث سمعي مهول للناس، استفزاز وتلوث سمعي مهول جدا للناس. انا مش عارفه هي بتوصف لنا قد ايه بالصريخ ان البلح جميل. عرفنا، واقسم بالله عرفنا ان البلح جميل. البلح تحفه 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 تحفه، وانتي تحفه، واخرك مش عارفه اقول لك ايه على جمال امك يا ام جنى. وفجاه صلوا على النبي يا جماعه، حطوا لايك يا ولاد، اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا يا ولاد، وحطوه لي بالمره. يلا بقى، وانا يعني مش ليا نفس. بعد الصريخ والصلاة على النبي، اقعد يا احمد، مالك يا احمد؟ مش ممكن. كمية، هعدل الكاميرا، كمية نطق بالكلام مهولة. والله العظيم انا شاكة اصلا ان هي والدة قاعدة على الارض ومستربعة، وكمية صحة مهولة. يعني بجد يا جماعة والله العين حق، ايه اللي هي بتعمله ده؟ دي والدة، دي ام اساسا، دي ابنها في الحضانة. لا لا لا، يعني الامهات غير كده والستات غير كده والحياه العاديه غير كده خالص. وبعدين تقولك انا تعبانه ونفسي مسدوده مش عارفه اصور. انا خايفه افتح بيتي كده، باب بيتي، وادخل الاقيكي جوه الحمام، الاقيكي في الحمام مصوره في البلكونه. اكتر من كده ايه؟ 100 فيديو هتعمل؟ لا، وكل ده ومالكيش نفس تصوري؟ ام جنى لو كان ليكي نفس تصوري هتعملي فينا ايه؟ ارحمي، الرحمه حلوه، الرحمه حلوه يا قلبي. لان وطبعا عنوان الفيديو حاجه، وهي الفرحه دخلت بيك. ازغرط لك يا بت، ابنك في الحضانه وليكي نفس يا بت، وفجاه نغني
والله انا لازم اكلمكم عن ازاي ام جنى صوتها جميل وكيوت وبتغني لنا في الفيديوهات. اه والله على اساس ان هي مطربة الجيل، ام كلثوم الجيل، ام جوجو بتغني. تعال نشوف الاغنية. وفجأة بتغني. اه والله بجد بتغني والله العظيم يعني، وصوتها ما شاء الله كله زبالة وتلوث سمعي. اسمه كده، اسمه كده حبيبتي، ده تلوث سمعي اللي انت بتعمليه. لا وتعالي يا سوسو، روح يا مين سوسو حبيبتي؟ معلش انا عايزه اعرف مين عندك اسمه سوسو. المهم يا ام سوسو، يعني بعد الغنى وحاجه رمضان والاكل وزعلانه، انت زعلانه؟ طالعه زعلانه؟ نفسيتي وحشه. امال بتغني؟ هو اللي نفسيته وحشه بيغني؟ معلش انت طالعه علينا تقولي لنا انا نفسيتي وحشه، انا تعبانه، انا يعني الحاجه وعكسها، الحاجه وعكسها. انا نفسيتي وحشه، اصلا كنت مختفيه عشان نفسي مسدوده. ايوه ما باكلش 17 مره، ما اكلتش الا 20 حله محشي و20 صينيه مكرونه وخمس ست سبع فرخات بس نفسي مسدوده. والنبي ام جنى نفسها مسدوده يا ولاد. امال ايه؟ واذ نفوجئ باللي نفسها مسدوده قاعده بتغني، اللي بتقول لك ما بصورش مصوره 100 فيديو. يا كن كذوبا بس كن ذكوره. قلنا تفتكري انت بتقولي ايه؟ واذا يعني ازاي نفسك مسدوده وصينيه المحشي محطوطه وهاتي يا مازن وروحي يا جاني وهاتي يا جاني وهاتي طبق وقاعده لي السيده الاولى. اي والله السيدة الأولى لليوتيوب، نقدم لكم السيدة الأولى أم جوجو لليوتيوب، هي وصينية المحشي وقاعدة تاكل 100 صباع في الليلة. بصرف النظر الولاد أكلوا، بصرف النظر إن ابنها مزونة الصغير ربنا يخليه طبعا ما غيرش هدومه بقالها اسبوع، ما شاء الله ما شاء الله. بصرف النظر وهي تعبانه ونفسها مسدوده، كلت حاجات بسيطه يا ولاد وبس، هي تعبانه ونفسها مسدوده كده. ايوه ما بتصور انت جنس مله حضرتك ايه ام جوجو؟ انا عايزه اعرف هو جنس ملتك ايه يا شيخه؟ عماله تصرخي وتبلعي وتاكلي في نفس الوقت هنا كده، والصريخ شغال والكلام شغال والصريخ شغال والاكل شغال في نفس ذات الوقت. يعني بصرخ واتكلم واصور وازعق لاولادي وباكل واصرخ في ودان اللي جابونا في نفس الوقت. اه والله مش طايقه ابنك ولا طايقه بنتك وعماله ولا همك ابنك اللي في الحضانه. انت اساسا انسانه مستفزه طالعه عشان تستفزي الناس بالصوت العالي. ان ابغض الاصوات لصوت الحمير، هقولها لك تاني، عشان الفلوس تعملي اي حاجه وتتاجري باي حاجه وكل حاجه. يعني انا استفدت ايه معلش اما انت حضرتك قعدتي فردتي لي السفره وحطيتي عليها كل الاشكال والانواع، اشي لحمه اشي فراخ اشي محشي اشي هنا، وقعدت تلغي بطريقه مستفزه جدا جدا جدا. طريقتك في الاكل طريقه البهائم والحيوانات، وليست انا شفت طريقه بهائم وحيوانات بياكلوا احسن منك، مش طريقه. نفسي اشوف طريقه اكلك طريقه بني ادمين، نفسي اسمع صوتك صوت بني ادمين طبيعي، نفسي تبطلي صريخ، نفسي تبطلي محتوى تافه وهابط واكل اكل اكل اكل. كرهتينا في الاكل، بطلي تاكلي بهذه الطريقه، وانت بتتعمدي تستفزي المتابعين بطريقه الاكل بتاعتك. وزي ما قلت لك رزق الهبل على المجانين يا ام جنى، ناس بتضيع باقه نت في تفاهه ومحتوى هابط على الفاضي. اذا كنت وصلتي معايا للجزء دوت انا غدا، تابعيني، توحشوني جدا جدا. للفيديو الجاي باذن الرحمن لايك وشير، وكمان اشتركوا في القناه. بحبكم في الله، مع السلامه.